العلم الأسود، رعب حقيقي مش تمثيل. تخيل تشوف فيلم وتكتشف إن مشاهده مش تمثيل. كل كلمة، كل تعويذة كانت حقيقية، وكل اللي شاركوا فيه ماتوا أو اختفوا. حتى اللي اتفرج عليه كان ليه نصيب من الأذى. دي مش قصة خيالية، دي لعنة المشهد الأخير. اللي هحكيه دلوقتي مش مجرد قصة، دي حاجة حصلت بجد. سمعتوا عن صابر؟ مش شيخ ولا رجل دين، ده رجل أعمال وساحر معروف، بيشتغل مع مشاهير، بيعمل تعويذ نجاح وشهرة، بس بالعلم الأسود. وفي يوم مخرج مشهور قرر يعمل أقوى فيلم رعب واقعي، وسمع عن صابر وراح له، قال له مشهد استحضار شيطان، تعويذ حقيقية، سحر أسود، خليه واقعي بجد. وصابر وافق، بس طلب يقول تعويذة من عنده، مش تمثيل، حاجة حقيقية. سينما قررت تعرض الفيلم. بعد العرض السينما ولعت بالكامل. واحد شافه في بيته صحى لقى الحيطان مكتوب عليها كلام بدمه، واللي قال التعويذة حياته بقت كابوس حقيقي. بعدها صابر ظهر تاني واتقبض عليه، بس وهو في التحقيق حصل المشهد الأبشع. الضابط كان قدامه، وفجأة صابر فتح بقه، عينه لمعت وقال له هو وراك، شافك. والضابط مات من الرعب في ساعتها. وبيقولوا لو عرفت عن الفيلم، الفيلم كمان بيعرفك. الصوت اللي وراك، التنفس ده، متأكد إنك لوحدك؟ أنا شخصياً بعد ما شفت الفيلم صابر ظهر لي 3 أيام ورا بعض. وإنت حصل معك إيه؟ لو عايز تعرف الفيلم الحقيقي أو لسه بتدور عليه، احكي في الكومنتات. يوم التصوير جه، اللوكيشن مقفول، الإضاءة خافتة، شموع وممثلين مرعوبين، وصابر بدأ يقول كلمات غريبة مش مفهومة. وفجأة النور قطع، الكاميرات وقفت، والناس بدأت تصرخ. واحد وقع والأوعية الدموية في وشه اسودت، واحد عينه اتشقلبت، واحد تاني اختفى تماماً، وصابر اختفى هو كمان، ومحدش شافه بعدها. المخرج انهار والفيلم اتلغى، كل النسخ اتحرقت، أو على الأقل الناس افتكروا كده. بس بعد فترة نسخة من الفيلم ظهرت على الإنترنت. أول واحد شافها مات في نفس الليلة، التاني فقد بصره، التالت سمع أصوات بتنادي عليه جوا بيته. ومن هنا بدأت اللعنة تنتشر.